السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحكي مع بعض قضية مهمة جدا هزت الرأي العام الأيام اللي فاتت، وهي قضية معروفة إعلاميا بقضية سفاح التجمع. بس النهاردة هنعرف كل تفاصيلها، وايه اللي وصل سفاح التجمع ان هو يرتكب كل الجرائم الشنيعة دي، ومين هو أصلا، وايه القصة من البداية. بس قبل أي حاجة ما تنسوش تصلوا على أشرف الخلق حبيبي وشفيعي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولو مش مشتركين في قناتي المتواضعة ياريت تشرفوني بالاشتراك وتدعموني باللايك والشير وكومنت حلو منكم. ويلا بينا نبدأ. من كام شهر ظهر شخص اسمه كريم محمد سليم. كريم من مواليد 1987، كان عايش في أمريكا مع والده ووالدته، وعايش حياة طبيعية جدا، وكان عنده أخ أصغر منه. وكان حاصل كريم على الجنسية الأمريكية. أهل كريم كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا إنهم يبعدوا كريم وأخوه عن المجتمع الأوروبي، ويربوهم بعادات وتقاليد مصرية، ويعرفوهم إن اللي بيحصل في الدول الأوروبية غلط وما ينفعش. وربوا كريم وزرعوا جواه إن كل حاجة عيب وحرام. ودايما كان أهل كريم بيوصلوا له إن الحب شيء ممنوع وغير مسموح بيه. يعني من الآخر كانت والدته قافلة عليه جدا، وشديدة وصارمة في تربيتها الكريم. وده كان عكس اللي بيشوفه في الشارع بره. تستمر حياة كريم في أمريكا كام سنة، ولكن بعد فترة بيحصل مشاكل بين والد كريم ووالدته، وبيتم الانفصال. وبترجع والدة كريم مصر ومعاها أولادها اللي هما كريم ونبال. نبال ده كان أخو كريم الصغير. والدة كريم بعد نزولها مصر بتتعرف على شخص وبتتجوزه، لكن كريم ونبال بيرجعوا أمريكا تاني علشان يكملوا تعليمهم ويعيشوا مع والدهم. ولما بيسافروا بيتفاجئوا إن والدهم كمان اتجوز. وساعتها بيقرر كريم إن هو يسيب أخوه نبال يعيش مع والده، وهو يأجر شقة ويعيش فيها لوحده. ويبدأ كريم يعيش لوحده ويعمل كل حاجة كان بيحلم بيها أو كان بيشوفها وكان نفسه يجربها، وبينسى خالص تربية والدته ليه. كريم كان بيشوف كل حاجة محرمة ايه هي ويحاول يعملها، وكان بيمارس العلاقة مع بنات كتير جدا. كل ده وكريم كان لسه عنده 18 سنة. وساعتها أدمن كمان المخدرات، وخصوصا مخدر الشاب. وكان بيعمل تصرفات غريبة جدا وهو تحت تأثير المخدر، لدرجة إن هو اتهجم على بنت واغتصبها، وهو كان غير مدرك لتصرفاته. ولما البنت قدمت فيه محضر وبلغت الشرطة، وقبل ما يتقبض عليه هرب كريم ورجع مصر تاني. ورجع كريم يعيش مع والدته. طبعا في الوقت ده لما كريم ساب أمريكا ورجع ما كملش تعليمه، لكن والدته قدرت تطلع له شهادة مزورة بسبب علاقاتها. وساعتها بيقدم كريم على شغل في مدرسة انترناشونال، وفعلا بيستلم شغله في المدرسة وبيكون مدرس لغة إنجليزية. في الأول كان كريم فرحان بشغله، وكان كل الناس بتحبه، وكان بيتعامل كويس جدا مع كل المدرسين في المدرسة والطلبة كمان. لكن كريم كان مخبي شخصية تانية جواه محدش يعرف عنها حاجة. وفي يوم كريم بيتعرف على بنت اسمها لبنى، مصرية ومعاها الجنسية البريطانية، وبيطلب الجواز منها. وفعلا كريم ولبنى بيتجوزوا. لكن بعد جوازهم بفترة لبنى بتبدأ تكتشف شخصية كريم الغريبة اللي ما كانش حد يعرف عنها حاجة، ومعاملته اللي كانت سيئة جدا معاها، وكان بيعاملها بطريقة وحشية وبضرب وإهانة. وكل مرة كانت لبنى بتسيب البيت كان كريم بيعرف يوصل لها ويرجعها. وللأسف بترجع لبنى لأنها بتكتشف إنها حامل، وبتحاول تستحمل علشان ابنها يتربى بين أمه وأبوه. لكن لبنى بتكتشف إن كريم رجع للمخدرات تاني، وطبعا سلوكه في المدرسة بيتغير وبيتم رفضه. لبنى بتقترح على كريم في الوقت ده إن هما يفتحوا مركز لرسم التاتو في الغردقة. فعلا بيسافر كريم ولبنى ويفتحوا المركز، لكن المشروع بيفشل
وبيقفلوه. لبنى كانت مستحملة كل تصرفات كريم. في الوقت ده كريم بيقدم في مدرسة تانية في بورسعيد، وبسبب علاقات والدته بيتقبل فيها، وبيأجر شقة في بورسعيد، وبياخد لبنى وزين ابنه ويعيشوا هناك. لبنى في الوقت ده كان عندها أمل إن كريم معاملته تتغير معاها ويعاملها كويس، لكن كان العكس. كريم بدأ يعامل لبنى بطريقة وحشية أكتر، لدرجة إنه في مرة بيتهجم عليها وبيحاول إن هو يقتلها. وفي الوقت ده هربت لبنى وسابت البيت، لكن كريم كان بيهددها ورجعها البيت تاني، وكان بيعاملها معاملة قاسية جدا. كريم في الوقت ده بدأت أخلاقه تتغير مع المدرسين في المدرسة، وبدأت تصرفاته تبقى غير سوية، واترفض للمرة التانية. في الوقت ده لبنى بتهرب من كريم وبتروح تعيش عند واحدة صاحبتها. كريم كان دايما بيحب يثبت لنفسه وللي حواليه إن هو إنسان مرغوب فيه وكل البنات بتحبه وبتحاول تقرب منه، وكان دايما بيعمل علاقات مع بنات كتير وبيصورهم ويبعت الصور والفيديوهات لمراته علشان يثبت لها إن هو شخص مرغوب فيه. في الوقت ده والد كريم بيبدأ يتدخل وبيطلب من لبنى إن هي تخلي زين يشوف أبوه، وبتوافق لبنى، لكن كريم بيخطف زين أول لما بيروح له ومحدش بيعرف مكانه. لكن بتتفاجئ لبنى إن كريم بيرفع عليها قضية زنا، وبيقدم فيديوهات ليها وهي في أوضة النوم، ولكن ما كانش واضح في الفيديوهات الشخص اللي مع لبنى. وبيتم الحكم ببراءة لبنى من قضية الزنا، وانفصلت عن كريم ورفعت قضية حضانة علشان ترجع ابنها زين. لكن كريم أجر ناس علشان يقتلوها، وربنا ستر ومعرفوش يوصلوا لها. وفي الوقت ده قررت لبنى إن هي ترجع بريطانيا عند أهلها لحد ما يتحكم لها بالحضانة. كريم راح عاش مع والدته هو وزين ابنه. في الوقت ده كريم ما كانش بيشتغل وما كانش فيه أي مدرسة بتقبله بسبب سمعته السيئة، وساعتها فكر إن هو يفتح قناة على التيك توك، وأصبح في الوقت ده مشهور وليه متابعين كتير. وطبعا بقى معاه فلوس ساعتها، وقرر إن هو يرجع يعيش في القاهرة هو وابنه زين، وفعلا بيشتري شقة وبيوضبها وبيعمل فيها أوضة عازلة للصوت، وبيعيش فيها هو وابنه زين، وبيبدأ يمارس علاقاته المحرمة بجنون في الأوضة العازلة للصوت. وكان كل مرة بيدي فيها لابنه مخدر علشان ما يحسش بتصرفاته الشنيعة. كريم كان بيصور كل علاقاته المحرمة مع البنات وبيبيعها على صفحته على الدارك ويب، ومع الوقت ده بيفكر ان هو يطور من الفيديوهات اللي بيقدمها طبعا علشان هتجيب له فلوس اكتر. وساعتها بيتعرف على واحدة اسمها حنان، والمعروفة اعلاميا بأم شهد، وهي ست قوادة، وطلب منها بنات بمواصفات معينة، وإن يكون البنات دي جسمهم صغير وملهمش أهل يسألوا عليهم. ولما سألته أم شهد عن السبب قال لها لأنه مشهور وناس كتير تعرفه ومش عايز مشاكل. وفعلا فضلت أم شهد تدور لكريم على طلبه، لكن بتتأخر عليه شوية، وساعتها بتعرض عليه بنتها لحد ما تلاقي طلب كريم. وفعلا بتروح شهد الشقة مع كريم، لكن لما بترجع بتقرر وبتقول لوالدتها إن هي مش هتروح للشخص ده تاني، ولحد النهاردة محدش يعرف السبب ايه. وبعد فترة شهد بتكتشف ان هي حامل، بس ام شهد مش بتتكلم لانها ما كانتش تعرف الحمل ده من كريم ولا من حد تاني. وبعد وقت بتتخلص من الحمل، وفي يوم ام شهد بتتصل بكريم وبتقوله انها لقت بنت فيها كل المواصفات اللي كريم عايزها. وفعلا بتروح البنت لكريم، وقبل ما تروح لكريم بيحط منوم من ابنه في العصير وبينيمه. ولما بتروح البنت لكريم بيبدأ يتعاطوا المخدرات هما الاتنين مع بعض، وكمان بيحط لها كريم مخدر في العصير علشان تفقد السيطرة على نفسها، وبيبدأ يمارس معاها العلاقة بطريقة وحشية، وبعد كده بيقتلها. وطبعا ما بيبقاش فيه أي مقاومة من البنت بسبب المخدر اللي هي واخداه. وبعد كده بيحط جثتها في شنطة وبينزل يرميها في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبيرجع البيت كأنه ما عملش حاجة.
وبيبدأ ينزل الفيديوهات اللي صورها على الدارك ويب. وتاني يوم بيتم العثور على الجثة وتحويلها للطب الشرعي، اللي أثبت إن هي تعرضت للتعذيب وللاغتصاب الجماعي. ولأن مفيش بلاغات باختفاء بنت بالمواصفات دي، بيتم قفل ملف القضية لحين إصدار جديد. وبعد فترة بتتصل أم شهد بكريم وبتجيب له بنت تانية، وبيحصل نفس اللي حصل مع البنت الأولى. لكن إحقاقا للحق، أم شهد ما كانتش تعرف إن كريم بيقتل البنات. وبعد شهر بيتكرر نفس السيناريو بنت تالتة، بس المرة دي كريم لما بيرمي الجثة في طريق محور 30 يوليو في طريق بورسعيد الصحراوي، في راجل بعديها بيلاقي شنطة مرمية على الطريق. ولما بيفتح الشنطة علشان يشوف فيها ايه، بيتفاجئ بوجود جثة داخل الشنطة. وعلى الفور بيبلغ رجال الأمن، ومع وصول رجال الأمن بيتم نقل الجثة وفحصها، وبأخذ بصمة الإصبع للبنت تم الوصول لهوية البنت وأهلها. وبعد التحريات تم الوصول لرقم تليفونها، وبالرجوع للشركة بيلاقوا رقم مكلمها أكتر من مرة قبل العثور عليها. ومع التحريات بيعرفوا إن ده رقم كريم محمد سليم. وكمان بتظهر عربية في الكاميرات اللي على الطريق، وبعد ما يتأكدوا إن عربية كريم هي اللي بتظهر، بيعرفوا إن هو القاتل المتسلسل. وبيتم القبض عليه في مكان سكنه، وبيصادروا اللابتوب بتاعه والموبايلات الخاصة بيه. وبالتحقيق معاه بيعترف بكل جرايمه. وبفحص اللابتوب والموبايلات بيتم اكتشاف مقاطع جنسية كتيرة جدا مع الضحايا قبل قتلهم. وقال كمان إن هو اتعرف على البنات دي عن طريق حسابه على تيك توك، وإنه كان بيصور الفيديوهات دي وبيبيعها على حسابه على الدارك ويب. كريم لما اتسأل هو ليه وصل لكده، قال إن السبب هي مراته، لأنها خانته وسابته، فكان عايز ينتقم من أي ست خاينة. وكريم كمان أكد إن هو مش فاكر هو قتل كام واحدة من كتر البنات اللي قتلها وعمل علاقة معاهم. قوات الأمن لما خدت كريم وراحوا المكان الجريمة علشان كريم يقوم بتمثيل الجريمة، حاول الهروب منهم، لكن تم القبض عليه بعد مرور 4 ساعات، ولقوه مستخبي في مكان في عين شمس. ولما سألوه مين اللي كان بيجيب لك البنات، اعترف على أم شهد، وتم القبض عليها. القاضي أمر إن الجلسات تكون سرية بسبب بشاعة الفيديوهات اللي على موبايل كريم. وبعد مدة بيخرج المحاميين من غرفة المداولة، وبيقرروا الانسحاب من الدفاع عن كريم بسبب بشاعة المنظر أو الصور والفيديوهات اللي على تليفونه وبشاعة الجرائم اللي ارتكبها. وتم تأجيل الجلسة لمدة 48 ساعة لحين انتداب محامي جديد للدفاع عن كريم. لكن أم شهد لما سألوها عندك محامي قالت لأ، وساعتها المحكمة بتعين محامية للدفاع عنها. وبالتحديد يوم 24 أغسطس بيكون الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم. وبعد محاولات كتير من المحاميين إنهم يثبتوا إن كريم عنده إعاقة ذهنية من وهو صغير، وبعد 4 ساعات من المرافعة تم إحالة أوراق المتهم إلى المفتي لصدور حكم الإعدام. وكده خلصت قضيتنا. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.